بيقول ازاي نوفق بين ان الانسان ان مشيئة الله نافذة على كل خلقه، وان الانسان له مشيئة وليه اسباب يسعى فيها وميسر فيها وليه رأيه. بصوا يا اخوة، عايزين نقول حاجة في باب، في حتة في القدر مظلمة مش هتعرف تفهمها، ليه تعللها بس انت مش هتعرف تفهمها. مكان في القدر كده عارف اجابته ايه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما تسألش، مش ما تسألش عشان مش موجود، ما تسألش عشان مخك مش هيجيب، مش هتعرف تفهمها. زي بالظبط سيدنا موسى قال له يا رب انت كلمتني صح؟ كلمتك، طب ممكن اشوفك؟ مش هينفع. انا لما كلمتك هيأت اذنك ان تسمعني. زي بالظبط النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور لو كشفه، وفي رواية حجابه النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فلولا ان ربنا خلق خلقة معينة يوم القيامة، صنعك صناعة معينة يوم القيامة عشان تقدر تنظر إلى الله، كنت اتحرقت، ما قدرتش تبص لربنا. فلذلك نفس القضية كده لما تيجي تتفكر في طب ليه دخل ده الجنة ودخل النار، تيجي هنا تقول ايه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. مالكش دعوة. أثبت الله لك مشيئة ولا لا؟ أثبت لك مشيئة. هل تقبل دلوقتي ان انا مثلا رحت قايم كده أعزك الله ورحت قايم رحت شتمك مثلا، قوم يا كذا، او مديت ايدي عليك، ايه ده انت بتضربني؟ اقول لك ده قدر الله، مشيئة الله نافذة، مش كده؟ ده عامل زي واحد قاعد مع واحد برضو من الجماعة اللي قاعدين يعني، فحط الاطباق الاكل فاضية، امال فين الاكل؟ قال له عايزينك كلت. عايزيني كلت؟ تخيل انك كلت يا اخي. ازازة المية فاضية، طب عايز اشرب مية، قال له عايزينك شربت. راح ماسك الازازة وراح مديله في دماغه وفتح له دماغه، قال له اللي انت بتعمله ده؟ قال له عايزيني سكرت. في موضع تقف عنده، اثبت الله لك مشيئة ولا ما اثبتش؟ انت النهارده لما بتيجي تقعد مين اللي عمل دي؟ بتقول انت ايه؟ بتقول انا ولا بتقول ربنا؟ انا اللي عملت ده، انا مؤمن. ولذلك قال الحسن رحمه الله يدخلون النار حين يدخلون ولا يزال الحمد في قلوبهم ولا يجدون عليه سبيلا. عندك حاجة تقولها؟ لا ما عنديش يا رب. يعني انت مجرم من حق اخش النار، الابعد اللي داخل النار يعني ربنا يعزنا واياكم، يقول كده ما يقدرش يفتح بقه. خدت بالك من دي؟ فاذا اثبت الله عز وجل لك مشيئة، واثبت له ومشيئتك داخلة في مشيئة الله عز وجل. وهنا تعمل ايه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انا بقى اتوسل الى الله. شوف بقى فقه القضاء والقدر، مش ان احنا نفضل نقول كده طب وليه وعمل ايه وتفضل تضيع عمرك في السؤال. لا، فقه القضاء والقدر بقى ان يخليك تفهم عن ربنا كيف تتقرب اليه. شوف سيدنا عمر كان بيدعي بالليل بيقول ايه؟ اللهم ان كنت قد كتبتني عندك شقيا فامحني، واكتبني سعيدا فانك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك ام الكتاب. عرفت بقى ممكن اخش منين؟ ما تقعدش تسال بقى مدخل ده الجنه والنار، انت مالك؟ انا المهم انا يا رب لو انا مكتوب حتى من اهل النار يا رب طلعني، فانك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك ام الكتاب. برضه نفس القضيه، الاخ برضه ماشي في كده. طب الكافر بيتعذب ليه لما هو مكتوب في اللوح المحفوظ؟ فهمني الكلام ده. اجابته عندك انك تعمل ايه؟ هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وملكش دعوة ليك انت بنفسك بقى. ليه بنفسي اسعى في فكاك رقبتي. وبعدين لازم نحسن الظن في ربنا، عشان برضو كده الكلام ده انا اخشى من تدريس العقيدة انك تخش باب القدر بالشكل ده الاول وانت بتدرس، بيحصل وسوسة عند الاخوة كده. لكن لو وقف على فضل، كنا بنتكلم عن اسم الله اللطيف يوم الحد اللي فات في الزيتون. اسم الله اللطيف قال لك من معاني اسم الله اللطيف انه الذي يوصل اليك الرزق والاحتفاء والحماية برفق. يعني تلاقي الناس بتاكل وبتشرب، انت حاسس الاكل ده بينزل في معدتك بيحصل فيه ايه؟ مش حاسس. ده فيه هيصه، ده فيه مشكله كبيره بتحصل، ومع ذلك برفق. بيخليك تاكل برفق وتشرب برفق وتتنفس برفق. انت عارف النفس ده برضو لو قريت بقى في الجماعه بتوع الطب بيقولوا ايه في الانفاس دي وبيحصل ايه عشان تتنفس، هتلاقي نفسك تقول ده حكايه موضوع النفس ده. لكن شوف داخل خارج واحنا تلقائيا اهو ريلاكس، صح ولا لا؟ مفيش حاجه خالص، مش كده؟ فلو انت درست كده هيحسن ظنك في الله عز وجل، مش هتقول الكلام ده. وهل لنا ان نفكر او نسال في ايه الحكمه من خلق لا، ما تفكرش.
بعد بقى الأسئلة الطويلة دي بيقول بالله عليك تدعو لي بالهداية. أنا أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياك، بس عايز أقول لك إن باب الهداية بتاعك إنك تعمل إيه؟ تبطل تتكلم في الحاجات دي. الحاجات دي أكبر مننا ومش بتاعتنا، نقف فيها عند حد، ندرس دراسة والدراسة نفسها ليها إيه؟ ليها حد. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله.